في الايام اللي مش عايزه تعملي فيها اكل معقد ولا تعب كتير، الاكله دي هتنقذك. بطاطس مقليه بتوابل خطيره ومكرونه بالصلصه، وصفه كده اقتصاديه بس مش قادره اقولك تحفه قد ايه، وسهله كمان. ومفيش حد مش بيحبها، كبير صغير بيحب البطاطس المقليه. طبعا بتنفع لغدا خفيف او لعشاء كمان. قبل ما نبدا اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. معايا كيلو بطاطس غسلاه كويس طبعا وقشرته، وهقطعه حلقة شرايح قد بعضها، علشان في التسوية برضو تبقى مستوية زي بعضها كلها. تمام كده كده بقطع البطاطس كلها، وبرضو هروح غسلها تاني بعد ما اقطعها واسيبها تتصفى من المية. اكون مسخنة زيت غزير، واروح مسويه البطاطس تسوية كامل، احمرها تحمير كامل خالص. كده تمام زي ما انت شايفة كده معايا. خلص كمية البطاطس. تمام. بس كده اروح بيها على الزيت بعد ما اغسلها طبعا واصفيها، انزل بيها في الزيت لغايه ما تستوي. اكون محضر التتبيله. معايا بصلايه وسط. كيلو بطاطس كفايه عليه قوي بصلايه، عشان انت لما هتقطعيها زي ما انت شايفه كده جوليان خفيف جدا، هتديكي كميه حلوه كويسه. فعشان برضو ما تزوديش البصل زياده على اللزوم في البطاطس، فبصلايه كفايه جدا على كيلو بطاطس. هتقطعيها كده زي ما انت شايفه وتفككيها كده من بعضها. كده خلاص قطعنا البصل. تمام. هنكون محضرين حزمة كزبرة خضراء مغسلينها كويس وفرمينها ناعم جدا، على قد ما تقدري افرميها ناعم خالص. وما تحاولي ما تاخديش العيدين، تاخدي الورق بتاعها بس. تمام كده. وهكون محضرة معلقتين كاتشب كبار. ومعايا التوابل، توابل طبيعية وبسيطة جدا في كل بيت متوفرة. ملح، فلفل، كمون، بابريكا مدخنة او بابريكا عادية المتاح عندك، ومعلقة بصل بودر. وطبعا البابريكا برضو مدخنة معلقة كبيرة. الكمون نص معلقة صغيرة. تمام. وهتحطي كمان، هتضيفي نص عصرة ليمون. عايزه اقولك التتبيله دي لما هتحطيها على البطاطس هتحسي ان انتي بتاكلي شيبسي، بس طبعا توابل مضمونه في البيت، طعم خطير مش قادره اقولك قد ايه. يعني لو جربتيها مره مش هتفكري تجيبي من بره تاني الشيبسي. هتاخدي البطاطس وهي سخنه على طول تحطيها على التتبيله، عشان خاطر البطاطس تشرب من التتبيله وهي سخنه. ما تحاوليش تبردي البطاطس، لا خديها وصفيها كويس طبعا من الزيت، وانزلي بيها على التتبيله على طول. وفي طبق واسع قلبيها كويس عشان تحسي ان التتبيله كلها شربت، البطاطس شربت كلها من التتبيله. تقلبيها كويس جدا زي ما هتشوفي. بصي بقت عامله ازاي ما شاء الله. كده خلاص البطاطس بتاعتنا خلصت. لغايه ما انا كنت بسخن ميه عشان اسلق مكرونه. هنزل بكيس مكرونه. الميه ميه السليق انا ما بحط فيها ملح، بس ما بحط الزيت معاها، علشان خاطر بحس ان الزيت بيفصل الصلصه عن المكرونه. بكتفي بالزيت اللي في الصلصه بس. في حلة تانية بحط معلقتين زيت، وبنزل عليهم ببصلاية متقطعة صغير خالص. باخدها يعني تقلبتين تلاتة كده لغاية ما تاخد لون دهبي معاكي فاتح. واكون ضربة الطماطم في الخلاط واصفيها. طبعا بشيل منها البذر والقشر، بيبقى متعبين اللي بيبقى عندهم قولون، ما بيبقاش مستحب ياكلوها، يعني تبقى يتشال قشرها احسن، والبذر بتاعها. بس كده. التوابل ما بحطهاش على الصلصه في البدايه، لا لما بتتسبك شويه بروح ضايفه التوابل بتاعتي. هي توابل بسيطه برضو جدا. مش لازم الاكل الحلو يبقى توابلها كتير جدا، انا بحس ان التوابل بتضيع طعم الاكل. الصلصه كده بتتسبكت معايا، وبس بسيبها تبقى جوسي شويه، ما بنشفهاش قوي. حط ملح، فلفل، ومعلقه صغيره سكر عشان خاطر تمنع الحموضه. وبتدي طبعا اضافه حلوه جدا على فكره، بتدي طعم حلو. بس كده الصلصه بتاعتنا خلصت، والاكله يعتبر كلها خلاص خلصت. هتضيفي طبعا المكرونه، لو انت سلقتي المكرونه من قبلها بشويه بتشطفيها تاني تحت الحنفيه كده عشان ما تبقاش ملزقه في بعض، وتضيفي عليها الصلصه. بصي بقى الصلصه لما بتكون مش متسبكه بزياده جدا، تبقى معاكي المكرونه. بصي يعني ايه، تبقى جوسي كده، ما تبقاش ناشفه، تحسي الصلصه فيها لسه طريه. بس بس كده. وبكده تكون خلصت اكلتنا النهارده. اكله سهله وبسيطه، وبتنفع في غدا او عشاء. في وقت زنقه اولادك جم المدرسه ولسه ما جهزتيش الاكل، ممكن تجهزها لهم لغايه ما تجهزي الغدا. وبطاطس عايزه اقولك تتاكل جنب اي حاجه. ممكن تعملي البطاطس، طريقه البطاطس دي لو عامله حواوشي ممكن تاكل جنبيها، همبرجر، كفته، اي حاجه.
الولاد لما لو دقوها مش هيبطلوا على طول، هيفضلوا يطلبوها منك على طول يا حبايبي. بس كده، وبتكون اكلتنا خلصت النهارده. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو متنسيش اللايك ولا الشير، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله في وصفه جديده. وبألف هنا يا حبايبي.